أنتم متخيلين إن الترند ده ب900 جنيه الواحدة، دي شوكولاتة محشية فستق وكنافة، هي طعمها حلو الصراحة وتستاهل التجربة، بس إيه حدوتة، أول حاجة حلة على النار فيها شوية مَيّة ونبدأ نحط عليها بولة عشان هنعمل حمام بخار للشوكولاتة، ولو عندك ميكروويف يبقى تمام، أنا الصراحة كنت هاجيبه بس قالوا لي ده على عروسة فأنا قُلت أستنى شوية، المهم هنجيب الشوكولاتة الخام ونبدأ نقطعها كده ونسيبها على حمام بخار على نار هادية. أنا كان عندي نوع شوكولاتة كده إكسترا بندق حطيته بالمرّة عشان أنا جاي أدلّع نفسي، حطيت الاتنين على بعض، أول ما ساحت كده الشوكولاتة بتاعتنا جاهزة، هتجيب قالب سيليكون والشكل اللي يعجبك، كده المطبخ بتاعنا، الأكلة بتاعتنا ما حدّش ليه حاجة عندنا، حُطّي بقى فيها كده الشوكولاتة، أنا عايزك تحُطّي النُص ما تملاهاش أوي عشان النُص التاني ده اللي هنعمل فيه الحشو، بالضبط هنسيبها 10 دقايق كده في التلاجة ناخدها على طبق، هتلاقيها جامدة معانا ورايقة، وأنت ممكن لو سِبتها برّه نُص ساعة هتلاقيها جامدة برضه من غير ما تدخّلها التلاجة. يالّا بينا بقى نعمل الحشو. في طاسة على النار نحط فيها مكعبين من الزبدة وكنافة تكون مضروبة كده كويس ونبدأ نحطها، هنقلِّب تقليبة حلوة كده، أول ما يكون لونها دهبي كده وعلى نار هادية، هنبدأ نجيب فستق حلبي وابدأ حُطّه كده في الهون أو الكبة، وممكن صوص البيستاشيو يكون جاهز زي ما تحب، كده قُلت لك أكلتك ودلّعها. هتضرب كده الفستق كده، أنا مش عايزه ناعم، أنا عايزه مجروش، هنبدأ بقى نحط الفستق ده كده على الكنافة بعد ما اتحمّرت كده وبقى شكلها حلو، ونحط معاها معلقتين من العسل الأبيض، وقلِّب ودخّل كلّه في بعضه، كده الحشو بتاعنا جاهز. هات بقى الشوكولاتة كده من التلاجة، بُصّوا يا جماعة ماسكة نفسها إزاي، وبمعلقة صغيرة تبدأ تعمل حشو كده، وتعمل حسابك اللي إحنا هنحط عليها طبقة تانية من الشوكولاتة، يعني ما تملاش الكمية على الآخر. أول ما تعمل بقى كل العيون الحلوة دي كلّها، دوس عليها كده بالمعلقة عشان الحشو كده يمسك في بعضه وينزل تحت سيكة، وممكن بالمعلقة تعمل فتحة كده للفراغات من الجناب عشان الشوكولاتة تنزل من الجناب كده وتقفّل، أهم من الشغل ضبط الشغل، وبعد كده بقى في الآخر خالص هتحط الشوكولاتة زي ما عملنا كده أول مرّة، والله الواد حدوتة مروّق عليكم، ولو حسيت إنك بهدلت الدنيا كده هتجيب سِن السكينة كده أو أي حاجة كده ليها سِن، هتبدأ تشيل الشوكولاتة الزيادة دي وتسيبها على جنب، اوعى ترمي حاجة، إحنا في المطبخ ما بنرميش أي حاجة، وهتسيبها برّه كده بالضبط 10 دقايق أو نُص ساعة، هتلاقيها مسكت لو أنت مستعجل عليها، حطها بس في التلاجة 10 دقايق وهتلاقيها كده مسكت، كده تمام وكده تمام، هتطلّعها بقى من التلاجة بعد ال10 دقايق، بُصّوا ماسكة نفسها إزاي يا جماعة، تحدفها في الحيطة ترجع لك تاني، هتبدأ بقى تفكها كده وتقدّمها، ولو أنت حسيت إن في فراغات صغيرة كده ما بينهم، هتجيب فرشة كده بنفس الشوكولاتة السايحة اللي كانت عندك، هتبدأ تعملها، أنا شايف إن دي بقى إيه، محتاجة فنان وبال رايق، أنت كده براحتك عايز تعملها مش عايز تعملها، يا باشا أكلتك وأكلة الناس اللي معاك ودلّعها، أنا كده خلّصت حلقة النهارده، باقول لكم إيه، تستاهل التجربة وطعمها حلو، اعمل save للحلقة دي واعمل mention لأي حد من صحابك كان عايز يشتريها من برّه ب900 جنيه، هي تستاهل الصراحة بس تعملها في البيت، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.